استاذتنا دائما متألقة يا فنانة، دائما متألقة دائما. لا والله يا فنان، طمنينا على صحتك وطمنينا على احوالك. بنفرح جدا لما بنشوف حضرتك بصراحه. طمنينا عليك يا فنان. جمهورك وحشك، طمنيهم. وانتوا كمان وحشتوني. ايه اللي جاي في حياة عفاف شعيب؟ والله في حاجات كتير كلام فيها ناس لسه ما ان شاء الله ربنا يسهل. باذن الله خير. خير ان شاء الله. ما في اصابه في صباح تعرف كانت بنت اخويا معايا ما اعرفش. مش عايزه هي مش راضيه تقعد قدام. ما بحبش التصوير. جمهورك مهندسه اصلها اتجاه تاني خالص ان شاء الله. ربنا يخليها لك. انا حبيتها هذا جنب سيادتك بس هي والله ما انا اسفه وانا التاخير غصب عني. وصل للشباب دول، على فكره الشباب محتاجين النصيحه، محتاجين التوجيه، محتاجين اللي يقول لهم ان الدين للاسف الشديد ما بقاش، يعني الدين اتمنع من المدارس. عايزه اكتر من كده، عايزه اكتر من كده. طب دول ازاي هتوجههم؟ طب ما افلام محمد رمضان كلها ضرب وحاجات زي كده ويقول لك انا هادف وعادي بلطجة. والناس بتقول لك ده حلو. مالناش دعوه، ما نذكرش اسماء. لا هو اخويا حبيبي، محمد اخويا حبيبي. لا انا بتكلم ان هو بيعمل رساله، ودي حاجه في الشارع على فكره، ان في ناس فعلا بلطجه هو بيأدي الناس اللي في الشارع. هل هو ده حرام ولا حلال؟ هو الرساله في البلطجه بدون بس بيعرض الفئه المتابعه بدون ذكر الفنان محمد رمضان او بدون ذكر اعماله الفنيه. يعني كل شخص يحترم، انا راجل بحبه وعارف ان هو ناجح لان هو فعلا بيمثل الشارع. كل شخص ليه رساله بيقدمها، بس عشان ما الناس ما تفتكرش ان احنا بننقده او بننتقده. احنا دلوقتي لو قلنا الفن بيأدي رساله، احنا لو بنقول رساله هو بيقدم رساله. في ناس سواقين تكاتك قلالات الادب، في ناس سواقين ميكروباصات، وفي ناس محترمه منهم جدا. دي البركه بتاعت الشاشه، عايزين نقول البركه بتاعت الشاشه. لا والله العظيم. يبقى بركه الشاشه مين؟ الفنانه عفاف شعيب. ليه؟ لا عايزين نتكلم الصراحه. بركه الشاشه الفنانه مين؟ عفاف شعيب. خلاص نطلع الموضوع ده النهارده. دي نورهان خلاص هنطلع هي بركه الشاشه. بص طلعت عليها بركه الشاشه. فلازم يبقى عندنا انتماء لمصر ونحبها قوي. نحب مصر. استاذتنا دائما متألقة يا فنانة، دائما متألقة دائما. جميله جدا. لا والله يا فنان، طمنينا على صحتك وطمنينا على احوالك. بنفرح جدا لما بنشوف حضرتك بصراحه. طمنينا عليك يا فنان. جمهورك وحشك، طمنيهم. وانتوا كمان وحشتوني. ايه اللي جاي في حياة عفاف شعيب؟ والله في حاجات كتير كلام فيها ناس لسه ما ان شاء الله ربنا يسهل. باذن الله خير. خير ان شاء الله. ما في اصابه في صباح تعرف كانت بنت اخويا معايا ما اعرفش. مش عايزه هي مش راضيه تقعد قدام. ما بحبش التصوير. جمهورك مهندسه اصلها اتجاه تاني خالص ان شاء الله. ربنا يخليها لك.